هل فعلا عربية ممكن تسوق لوحدها في شوارع سان فرانسيسكو مع الزحمة؟ يلا نكتشف. أهلا بيكم، أنا علي، والنهاردة هاخدكم في رحلة للمستقبل. هنغوص في عالم العربيات الذاتية القيادة مع ويمو، من حجز الرحلة لحد تجربة شوارع سان فرانسيسكو من غير سواق. هشارككم في كل حاجة محتاجين تعرفوها ونظرة على مستقبل النقل. حجز عربية ويمو كانت مفاجأة في سهولته. باستخدام التطبيق اخترت العنوان، أكدت الحجز، وفي خلال دقايق العربية من غير سواق كانت في الطريق. مفيش أي تدخل بشري، مجرد تكنولوجيا متطورة بتشتغل بكفاءة. لما عربية ويمو وصلت كان إحساس غريب إني أشوف كرسي السواق فاضي في عربية جاية تاخدني. وأنا بركب انبهرت بنظافة وتطور التصميم الداخلي. كل حاجة كانت واضحة ومصممة لراحة الركاب. وأنا قاعد في الكرسي الخلفي كانت الرحلة شبه أي رحلة تانية، ما عدا إن مفيش سواق. العربية كانت بتتنقل ما بين التقاطعات، بتتعامل مع الزحمة وحتى تعمل لفات معقدة. تسجيل الداش كام بيبين قد إيه النظام شغال بسلاسة، بيمسح البيئة حواليه باستمرار وبياخد قرارات دقيقة. وأنا قاعد هنا في العربية مش مصدق التكنولوجيا اللي قدامي. حاجة فظيعة بجد. مجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار زي اللايدار، زي الكاميراز، زي الرادار، GPS، كلهم شغالين مع بعض in real time. المعلومات دي كلها بيتعمل لها معالجة على probably GPUs، بيعملوا قرارات في أقل من ثانية. حاجة فظيعة بجد. مبسوط جدا من الاكسبيرينس، مبسوط جدا من السواقة. حاجة مريحة جدا، حاسس بأمان فظيع، حاسس بأمان أكتر من لو مع أي أوبر درايفر. أنا بركب أوبر كتير و I feel very safe. حاسس بأمان كبير. It feels great. أنا مبسوط جدا هنا. لما العربية نزلتني كان في مشهد خرافي لجسر جولدن جيت. كانت نهاية مناسبة لرحلة من المستقبل. وعملناها، نزلنا من العربية بأمان. كانت رحلة حلوة جدا، ودي من أحسن الأماكن اللي بحب أجي فيها في سان فرانسيسكو. العربية الذاتية القيادة زي ويمو بتعتمد على مجموعة من الحساسات واللايدار وبرامج ذكاء اصطناعي متطورة. التقنيات دي بتعمل خريطة تفصيلية في الوقت الحقيقي للبيئة حواليها، وده بيخلي العربية تشوف وتتصرف أسرع من معظم السواقين البشر. حوادث الطرق لسه واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات على مستوى العالم. في الولايات المتحدة لوحدها 43 ألف شخص فقدوا حياتهم في 2021 بسبب حوادث الطرق، وده أعلى رقم في أكثر من 15 سنة. في أوروبا الأرقام برضو مقلقة، بأكثر من 20 ألف وفاة سنويا. الغالبية العظمى من الحوادث، حوالي 94%، سببها أخطاء بشرية زي التشتت، السرعة، أو القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول. هنا بيجي دور العربيات الذاتية القيادة. باستخدام حساسات متطورة وكاميرات وذكاء اصطناعي، العربيات دي مصممة لمعالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من أي سواق بشري. العربيات الذاتية القيادة عندها القدرة على تقليل الحوادث بشكل كبير، إنقاذ الأرواح، وتغيير الطريقة اللي بنتعامل بيها مع سلامة الطرق. بإزالة العنصر البشري من المعادلة نقدر نخلق نظام نقل أكثر أمانة وكفاءة. طبعا الطريق للوصول لعربيات ذاتية القيادة بالكامل مش خالي من التحديات. تطوير تكنولوجيا تتكيف مع الظروف غير المتوقعة، كسب ثقة الناس، وإنشاء أطر تنظيمية، كلها عقبات لازم نتخطاها. لكن وعد العربيات الذاتية القيادة أكبر من إننا نتجاهله. مش بس ممكن ننقذ آلاف الأرواح كل سنة، لكن كمان ممكن نحدث ثورة في النقل، نقلل الزحمة، ونخلي المواصلات أكتر سهولة للكل. الطريق قدامنا صعب، لكن الوجهة تستاهل. تجربتي مع ويمو كانت تجربة فتحت عيني على المستقبل، وواضح إن مستقبل النقل بقى هنا. إيه رأيكم في العربيات الذاتية القيادة؟ هل ممكن تركبوا عربية من غير سواق؟ قوليلي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة ثوسيس دايري لمزيد من التكنولوجيا والسفر.